السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة ضحى عبد الحق من مدرسة أجيال القدس النموذجية. المادة التربية الوطنية والحياتية، الوحدة الأولى اكتشف وطني. الدرس الرابع تراث فلسطيني. الوحدة الأولى اكتشف وطني تم شرح الدرس الأول أغني لفلسطين، ثم تم شرح الدرس الثاني بعنوان أرسم بلادي، ثم تم شرح الدرس الثالث ألعاب شعبية، والآن سيتم شرح الدرس الرابع تراث فلسطيني، الدرس الأخير في الوحدة الأولى. التراث الفلسطيني. التراث الفلسطيني. الوحدة الأولى، الدرس الرابع تراث فلسطيني. نبدأ بالحديث عن معنى التراث. هو ما خلفه الأجداد لكي يكون عبرة من الماضي ونهجا يستقى منه الأبناء الدروس ليعبروا بها من الحاضر إلى المستقبل. والتراث في الحضارة بمثابة الجذور في الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمن. إذن التراث الفلسطيني يكون التراث الذي نأخذه من أجدادنا عبارة عن أدوات تراثية وأدوات زراعية، أو ملابس تراثية، أو أغاني تراثية وأمثال شعبية، أو عبارة عن أكلات فلسطينية شعبية، أو ألعاب شعبية. وقد تحدثنا سابقا وذكرنا بعض الألعاب الشعبية والأكلات الفلسطينية، وتحدثنا عن بعض الأدوات التراثية القديمة عنها، والآن سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا الدرس. نبدأ بأدوات التراث الفلسطيني. أمامنا هذه الصورة، ترى ما هذا الشيء وماذا يسمى؟ هو يصنع غالبا من النحاس ويكون على شكل مخروطي، وله قاعدة قوية سميكة كي تتحمل الطرق والطحن، ولها عصا سميكة وتدق بها القهوة، أي كان يستخدم بدق القهوة. إذن ماذا يسمى؟ كان يسمى الهاون. أحسنتم. ننتقل إلى الصورة الثانية. تصنع من حجارة بركانية خشنة. ما هذه الصورة؟ إذن هذه الطاحونة. إذن دعونا نتكلم عن هذه الطاحونة. هي عبارة عن حجرين دائريين يعلو إحداهما الآخر، والقطعة العليا منهما هي المتحركة، ولها يد وتحتوي على ثقب في مركزها لوضع الحبوب المراد طحنها. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي أمامنا بألوان جميلة، تصنع من القش ولها أشكال مختلفة، وتستخدم لتقديم الطعام، وتسمى بصينية القش. الآن نأتي إلى الأداة الرابعة والتي تظهر أمامنا في الصورة، والتي تسمى الغربال. الغربال هو عبارة عن دائرة خشبية أسطوانية قعرها مصنوع من الشبك الضيق، وكان يستخدم لتنخيل الطحين والقمح لتنقيته من الشوائب قبل استخدامه. وهذه الأداة التي بعدها هي البابور. هو عبارة عن أداة نحاسية تستخدم للطبخ وتسخن المياه والتدفئة. والآن نأتي إلى هذه الأداة والتي تسمى السراج. والسراج هو عبارة عن أداة قديمة كانت تستخدم للإضاءة، وهي عبارة عن قاعدة دائرية لتخزين الوقود مثل الكاز أو الزيت.
نأتي الآن إلى هذه الأداة والتي تسمى بإبريق الفخار. إبريق الفخار كان يصنع من الصلصال ويستخدم لحفظ الماء حتى يبقى باردًا في الصيف. اكتب الاسم المناسب لكل من الأدوات التالية. هيا بنا نحل النشاط. الصورة الأولى طاحونة، الطاحونة. الصورة الثانية الهاون، أحسنتم. الصورة الثالثة صينية القش، رائعين. الصورة الرابعة الغربال، أحسنتم. الصورة الخامسة البابور، رائعين يا ثاني. أدواتنا التراثية. نشاط 1. أضع إشارة صح بجانب كل أداة من أدوات التراث الفلسطيني. هيا بنا نضع إشارة صح بجانب كل أداة من أدوات التراث الفلسطيني. الصورة الأولى غربال، هل هو من التراث الفلسطيني؟ إذا نعم، صح، أحسنتم. الطاحونة، هل هي من الأدوات التراثية الفلسطينية؟ نعم، صح. الفخار من أدوات التراث الفلسطيني، صحيح، أحسنتم يا ثاني. أكمل الفراغات الآتية باختيار اسم الأداة المناسبة من الصندوق وأكتبها: سراج، إبريق، فخار، طاحونة. أصنع من الصلصال وأستخدم لحفظ الماء. ما هو؟ هيا نفكر معا. أصنع من الصلصال وأستخدم لحفظ الماء. نعم، أحسنتم، إبريق فخار. أنا من الحجر وأستخدم في طحن الحبوب. ما هو؟ إنها طاحونة. نعم، رائعين. أستخدم للإضاءة ووقود الكاز أو الزيت. ما هو هذا الشيء؟ ما اسمه؟ سراج. أحسنتم، رائعين يا ثاني. هيا ننتقل إلى النشاط الثاني، ثوب وقمباز، الملابس التراثية القديمة. هذه ملابسنا التراثية القديمة. كان الرجال يلبسون القمباز وكانت النساء تلبسن الثوب الفلسطيني. اختار الكلمة المناسبة للصورة واكتبها. الصورة الأولى قمباز، والصورة الثانية ثوب فلسطيني. هذه الملابس التراثية الفلسطينية. قصص من التراث الشعبي الفلسطيني. هذه بعض من القصص، قصص من التراث الشعبي الفلسطيني. قصة ظريف الطول. ظريف الطول شاب فلسطيني كان يعيش في إحدى القرى الفلسطينية، وقد تميز بطول قامته وعضلاته القوية وشجاعته وحبه لأهل قريته، حيث كان يساعد المحتاجين ويحمي القرية من اعتداءات الغرباء وهجمات الحيوانات الضالة. تميز ظريف الطول بحبه لأرضه، ففي كل صباح كان يتوجه إليها ليعتني بها، بالإضافة إلى عمله كنجار، مما مكنه من جمع المال الكثير الذي استخدمه لمساعدة المحتاجين وفعل الخير. نشاط 3. من أغاني التراث الفلسطيني أردد مع زملائي أغنية ظريف الطول. دعونا نستمع إلى أغنية يا ظريف الطول.
معا.